أهلا بيكم. أكيد كلنا حصلنا الموقف ده، نسأل شات جي بي تي سؤال ويرجع لنا رد منظم ومقنع جدا، لدرجة إننا نقف لحظة ونسأل نفسنا، هو ده بيفكر بجد؟ النهاردة بقى هنفتح الستار ده ونشوف إيه اللي بيحصل بالظبط جوه عقل الذكاء الاصطناعي. وده اللي بيوصلنا للسؤال الأهم والأصعب. هل اللي احنا بنشوفه ده فهم حقيقي زي فهمنا احنا كبشر؟ ولا هي مجرد عملية تقليد عبقرية ومحكمة لدرجة إنها بتوهمنا بالفهم؟ بصوا، المشهد ده هو بالظبط اللي بيحصل معانا. بتسأله سؤال معقد، فجأة تلاقي رد متكامل منظم وكأنه مكتوب من خبير. في اللحظة دي بنقول لا، مستحيل دي تكون مجرد آلة. الإحساس ده اللي بنسميه وهم الفهم هو ده محور كل كلامنا النهاردة. طيب قبل ما نحكم على الآلة خلينا الأول نتفق على المقياس. هو احنا أصلاً كبشر بنفهم إزاي؟ إيه هو الفهم بالنسبة لنا؟ خلينا ناخد مثال بسيط قوي عشان نوضح الفرق ده. تخيلوا كده إن حد قال لنا جملة بسيطة جدا: أنا بردان. لما بنسمع الجملة دي عقلنا مش بس بيترجم الكلمات حرفياً، لا، ده بيحصل حاجة أعمق بكتير. فوراً بنستدعي إحساس البرد نفسه، بنفتكر إحساس لسعة الهواء، شعور عدم الراحة، ويمكن كمان بنفكر في كوباية سحلب سخنة. ده فهم مربوط بتجاربنا ومشاعرنا وحياتنا كلها. يعني نقدر نقول إن الفهم عند الإنسان هو الجسر اللي بيربط الكلام بالعالم الحقيقي اللي عايشين فيه. والنقطة دي بالذات مهمة جدا، خليكوا فاكرينها كويس، عشان هي دي مفتاح كل حاجة هنقولها بعد كده. تمام قوي. ده كده كان الإنسان. تعالوا بقى نروح للناحية التانية خالص ونشوف الآلة بتتعامل مع نفس الجملة إزاي. هنرجع تاني لنفس الجملة، أنا بردان، بس المرة دي هنشوفها بعين الذكاء الاصطناعي. وخدوا بالكم من كلمة يشوفها، هو بيشوف نص مش بيسمع بني آدم. هو ولا حاسس بالبرد ولا يعرف أصلاً يعني إيه برد. القصة كلها صدق أو لا تصدق رياضيات وإحصاء. الذكاء الاصطناعي بيشوف مليارات النصوص اللي اتدرب عليها، ويشوف جملة أنا بردان دي إيه الكلمات اللي غالباً بتيجي بعدها، وبناء على الاحتمالات دي بيروح مختار الرد الأنسب إحصائياً. العملية كلها خالية تماماً من أي إحساس أو تجربة. وهنا بقى تيجي العبقرية بتاعته، وفي نفس الوقت الاختلاف الجوهري. قوته مش إنه فاهم يعني إيه برد، لأ، قوته إنه لاحظ من كتر البيانات إن في علاقة إحصارية قوية جدا بين نمط جملة أنا بردان ونمط جملة البس جاكيت. هو سيد الأنماط. طيب، المقارنة دي بتلخص كل حاجة قلناها. الإنسان على اليمين أساسه التجربة الحياتية، عمليته عاطفية وهدفه إنه يتواصل ويتعاطف. وعلى الشمال الذكاء الاصطناعي، أساسه بيانات ضخمة، عمليته إحصائية بحتة، وهدفه النهائي بسيط جدا: يتوقع الكلمة اللي جاية في الجملة. بما إن الفرق ده بقى واضح دلوقتي، لازم نشوف وشين العملة: القوة الجبارة اللي بتنتج عن الطريقة دي، وفي نفس الوقت نقطة الضعف الخطيرة جدا اللي بتيجي معاها. سر القوة دي كلها في الرقم ده: مليارات، مليارات الجمل والكلمات اللي اتدرب عليها، كمية نصوص أكبر من أي حاجة ممكن إنسان واحد يقراها في حياته بآلاف المرات. ده اللي بيخليه زي ما بنقول كده ببغاء عبقري، بيقلد طريقتنا في الكلام بإتقان يخض. وفي تشبيه هايل بيوصف الموضوع ده بالظبط: هو عامل زي الطالب اللي دخل الامتحان حافظ الكتاب كله بالحرف، فبيعرف يجاوب إجابات نموذجية تخليك تنبهر، بس هو في الحقيقة مش فاهم قوي جوهر الموضوع. وبما إنه حافظ مش فاهم، ده بيوصلنا لواحدة من أشهر وأغرب مشاكله، ظاهرة اسمها الهلوسة. يعني قدرته على إنه يخترع حقائق ومعلومات تبان منطقية ومقنعة جدا، لكنها في الواقع غلط تماما. كل الأخطاء دي بتحصل لسبب واحد بسيط: هو مش بيرجع لواقع أو حقيقة عشان يتأكد، هو بس بيكمل النمط اللغوي اللي هو شايف إنه الأنسب. بالظبط زي الطالب اللي حافظ، هو ما بيعرفش يقول أنا مش عارف، فبيبتدي يألف إجابة شكلها منطقي وخلاص. طيب الخلاصة إيه بقى من كل ده؟ إيه طبيعة الذكاء ده بالظبط؟ يعني لو حبينا نحطها في نقط، هو مش وعي أو إحساس بالعالم، لكنه محاكاة ذكية جدا. مش بيفهم من خلال تجربة حياتية، لكن من خلال تمييز الأنماط بمنطق احتمالي وإحصائي بحت. يعني في الآخر القصة مش مين أذكى من مين، هو مش ذكاء أقل من بتاعنا، هو نوع ذكاء مختلف تماماً. إحنا أسياد التجربة والسياق، وهو سيد الأنماط والإحصائيات. كل واحد فينا عبقري في منطقته. وده بيسيبنا مع سؤال مهم جداً للمستقبل: يا ترى مع التطور الرهيب اللي بنشوفه،
الخط الفاصل الواضح ده بين محاكاة الفهم والفهم الحقيقي هيفضل موجود، ولا الخطوط دي هتبدأ في لحظة معينة تتداخل في بعض؟ ده سؤال المستقبل بس هو اللي هيجاوب عليه.